معاكم نجوى عبد العزيز من قناة دفتر أحوال. طلعت تدافع عن نفسها وتقول أنا بحب مصر. ما انتي برضو قلتي أنا بحب السعودية ووطني السعودية، وقلتي حاجات غضبت البحرين والمصريين. وبعد ما كان لها الملحن الشهير وقال لها مصر اللي عملتك، طلعت تقول أنا ولادي مصريين. تعالوا نعرف إيه القصة وإيه الحكاية. المطربة أصالة نصري بعد ما خلصت رحلتها وجولتها وحفلتها في الرياض، راحت شكرت في السعودية وقالت تشكر عادي السعودية أهالينا وحبايبنا، لكنها قالت حاجة تانية خالص. قالت وطني الغالي، وقالت إن الفضل يرجع للسعودية في تاريخها ونجوميتها ومسيرتها، وكلامها ما مرش يمر مرور الكرام. جه الملحن الكبير حلمي بكر أطال الله في عمره وكال لها وزن الدهم المنقي خيار، وقال لها إن مصر هي اللي عملتك زي ما عملت كل المطربين العرب، زي ما عملت كل المطربين العرب. وبعدين كمان احنا عايزين نقول للفنانة أصالة قبل ما نستعرض الكلام الجميل اللي قالوا ليها وذكرها بيه الشعب المصري وقالوا ليها الملحن الكبير حلمي بكر، عايزين نذكرها ان كل كلمات اغانيها مصرية، واللي عملوا شهرتها المصريين، واللي لحنوا لها هم الملحنين المصريين. هتروحي يمين هتروحي شمال، هم المصريين اللي بيعملوا المطربين العرب. أم كلثوم يا جماعة ست الكل وكوكب الشرق قالت جملتها الشهيرة، بيقولوا لها ما بتتكلميش ليه؟ قالت لهم جملتها الشهيرة لو اتكلمت أو المطرب اتكلم أكتر ما بيغني هيغلط، وانتوا بتتكلموا أكتر من الفن اللي بتقدموه للناس، عشان كده بتغلطوا. المهم ان فيه رواد السوشيال ميديا هاجموها بشكل محترم، وقالوا لها من بين انا هختار لكم جملة واحدة بس كده لبعض الرواد بتوع المنصات الإلكترونية وبأدب المصريين. قالوا لها ايه؟ أصالة ما كانش العشم علشان تجاملي أهالينا بالسعودية وتدلي بتصريح خلا من الأصالة تجاه أم الدنيا وتنكري وتتجاهلي فضل مصر في اكتشاف نجوميتك. أصالة ما أقولكوش لقت هجوم واسع عليها بعد التصريحات دي. لكن بقى تعالوا نشوف حلمي بكر قال إيه. الملحن الكبير حلمي بكر أطال الله في عمره قال لها الله مصر اللي عملتك، وقال لها كمان مصر ليها الفضل عليكي وعلى كل المطربين العرب من أول الموجي ومحمد سلطان وسيد مكاوي، وأنا مصر هي اللي يعني بتكبر وبتنجم نجوم العرب. الله عليك يا فنان يا ملحن يا جميل. كمان قال جملة جميلة جدا، قال احنا ليه المطربين لما بيجوا يتكلموا بيخسروا؟ يا ريت ما يتكلموش، ما عرفش بيخسروا كتير لما بيتكلم. قال ان مصر احتضنتها اكتر من بلدها الاساسي سوريا وهي بتقيم في مصر. قال ان الفضل في نجوميتها هي وغيرها من المطربين العرب يرجع الفضل فيه لمصر. وأثار حديث وتصريحات أصالة استغراب حلمي بكر، وقال لها لأنها نسبت الفضل في نجاحها اللي حققته في مسيرتها للسعودية. قال لها أنا دخلتك بيتي وسقفتلك وأنا عملت ليك عشرات الأغاني، وإن مصر كانت وما زالت صاحبة الفضل عليك وعلى كل الفنانين، وكلمات الأغاني بتاعتك كلها مصرية. وقال كمان إن المصريين والملحنين هم اللي عملوا شهرتها الفنية ونجموها ونجموا نجوم العرب واللي عملوها فنيا، وإنها يعني أنكرت كل ده ونسبت الفضل لغير أهله. احنا بنقول لها أهلا وسهلا، طبعا السعودية وطننا التاني واخواتنا، ولكن
ايه الباع الكبير اللي هي خدته؟ يعني ايه الباع الفني في المسألة؟ طبعا الفضل كله في الفن يرجع لهوليود العرب مصر. هي طلعت ودافعت عن نفسها في احد البرامج الفضائية الكبرى، ونشر دفاعها عن نفسها ده موقع جريدة الأخبار المصرية الرسمي. قالت إيه بقى؟ قالت أنا بلدي مصر، زي ما قالت أنا بلد السعودية، وقالت كمان ولادي مصريين، وعلاقتي بمصر مش محل نقاش، وكل أصحابي مصريين وبحبهم، وإن المصريين فهموني غلط. يا ستي مين فهمك غلط يا الفنانة أصالة؟ مين فهمك غلط؟ الناس ردت على تصريحاتك لإنكارك فضل مصر. السعودية عملتك، السعودية بتستقبلك تعملي فيها حفلات فقط، مستضيفة، لكن ما عملتكيش. مفيش حد عملك غير المصريين. زي ما قال الملحن الكبير حلمي بكر، ان الموجي، محمد سلطان، سيد مكاوي، حلمي بكر، هم من صنعوكي، صنعوا نجوميتك. شاركونا وقولوا لنا رأيكم. أشكركم وإلى اللقاء. كان معاكم نجوى عبد العزيز من قناة دفتر أحوال.